والقرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن فهل من غافل، هل من نائم، هل من متشاغل، فهل من مدكر. القرآن ميسر، ولا أمتع ولا ألذ من القرآن لمن تعود عليه. نعرف ناس حزموا أنفسهم وضبطوا أنفسهم من الشباب، جعلوا لهم ورد في اليوم معلوم لا يمكن أن ينام حتى يفرغ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر على أصحابه قال إنهم شغلوني عن وردي اليوم، فتأخر ليكمل ورده عليه الصلاة والسلام. ولذا من نعم الله جل وعلا على طالب العلم أن يحفظ القرآن، من أعظم النعم على طالب العلم أن يحفظ القرآن، بل على مسلم عموما. لماذا؟ ليكون زادا له كالتمر، لا يحتاج إلى طحن، ولا يحتاج إلى عجن، ولا يحتاج إلى طبخ، ولا يحتاج إلى إعداد، ولا يحتاج شيء. خذ وكل. ليالي رمضان.